السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في صحه جيده. اليوم البنات غنوجدوا واحد الطاغط بالورقه د الفيلو اللي كتجي صراحه رائعه، وديال تحمرت الوجه وتحمر لك الوجه الا عندك ضياف ولا عندك شي عراضه ولا شي حاجه تقدري يعني ديريها، اللي كتجي صراحة رائعة البنات، كتجي روعة، لا في المذاق ولا في الشكل ولا في كل شيء. كنتمنى اللي كيشوف القناة ديالي اول مرة ما ينسانيش من الاشتراك في القناة واللايك باش الفائدة تعم على الجميع. هذه هي لي طاغط ديالنا البنات اللي كتجي صراحة روعة روعة، كتجي رائعة لا في المذاق ولا في الشكل ولا في كل شيء صراحة. اللي داقا عندي كيحماق عليها. اجي معايا ندوزو المقادير وطريقه ديال التحضير. هنا عندي الورقه البنات ديال الفيلو قطعتها مثلثات، تقدروا تقطعوها حتى مستطيل، شكل مستطيل. عندي 40 غرام ديال الزبده ما يعادل 2 معالق كبار. عندي 100 غرام ديال اللوز اللي بطبيعه الحال سلقته وقشرته وقليته وطحنته شويه كيف ما كتشوفوا معايا مطحنتوش بزاف، ضفت عليه دوك 40 غرام ديال الزبده اللي هي 2 معالق، ضفت عليها 70 غرام ديال السكر كلاصي وكنحركو هنايا مزيان حتى تمزج داك اللوز مع داك سميتو. ضفت له انا واحد شويه البنات ديال الملون، يعني كيبقى اختياري، انا بغيت ندير على هذا الشكل، ما بغيتوش ديروه ما ديروش. هنا خديت المول ديالي غادي ندهنو دائما البنات الورقه ديال الفيلو ندهنوها بالزبده والزيت. الزيت كيخليها واخده ديك تحافظ على ديك القرمشه ديالها اكثر من الزبده بوحدها. هنا انا خديت مثلثات وكنحاولوا حنا نحطو في المول ديالنا، وحنا كنخليو الورقه خارجه شويه على الجناب. كيف ما خليناها خارجه كتعطينا واحد الشكل اللي كيكون حسن وكيجي المنظر ديالها صراحه زوين. صافي هنايا كنبدا كنحط فسميتو الورقات البنات، على درتهم على 9 الورقات، 9 ديال الورقات ديال الفيلو حتى ل10 الا بغيتو ديروهم. صافي هنايا بعد ما فرشت الطوا ديالي كلها غادي ندهنها بالزبده والزيت اللي مخلطين، زبده من طبيعه الحال اللي مذابه وضفت عليها الزيت المائده. صافي كندهنوا كيف ما كنعرفوا الورقه راه كندهنوا القلب واللول كنفرشوه من بعد كندهنوها مزيان. كيف ما كنعرفوا راه كتبغي تدهن شويه مزيان. صافي هذه دابا غندوزو للطبقه الاولى. صافي هنا البنات بعد ما دهنتها بشويه ديال الزبده غادي نبدا نجمع دوك الجوانب، ولكن غنجمعوهم بواحد الشكل عشوائي ولكن صراحه كيجيو زوينين. كنحاول نجمعهم وانا كنعطيهم بحال الشكل ديال التكريج، ولكن كنجمعهم كيف ما قلت لكم واحد هذا عشوائي يعني عادي. وكيف ما خليناهم شويه على برا كيف ما كيساعدونا اكثر. صافي هنا بعد ما جمعناها كيف ما شفتوا معايا دهنتها غادي ندخلها للفران واحد 4 ديال الدقائق، غير واحد شويه تاخذ هكا تذهب شويه وغادي نخليها على جنب. وغندوزو هنا نحضروا البنات الكريم اللي غادي نديرو فيها. الكريم هنايا انا خديت 500 غرام ديال الفرماج البنات، الفرماج يكون كريمي. انا كان عندي غير هذا ماشي كريمي ولكن حتى هو جا مزيان. المهم كما كان كريمي من الاحسن. 500 غرام ديال الفرماج كيف ما شفتوا معايا. انا كان عندي هذا خدمت بهذا، ولكن حتى هذا الا كان عندكم مثلا ماشي كريمي تقدروا تخدموا به. صافي هنايا غادي هذا عندي انا خفيف يعني ما فيش داك نقص دسم. اللي كيكون كريمي كيكون كامل الدسم. هنايا غادي ناخذوا السكر سنيده البنات. هنايا 150 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل بكاس ديال عبر العنبه. صافي وغادي نحركو مزيان هنايا داك الفرماج مع داك السكر تيندمجوا مزيان. كنحاولوا نطربوه مزيان 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 باش داك الفرماج يتحل. هنا عندي البنات الكريم فريش اللي ضفتها لهذا ديالي. عندي هنا واحد 200 مليلتر ديال الكريم فريش ما يعادل كاس ديال العنبه.
كريم فريش اللي كنطلعو، ماشي ديال الطبخ، ديال الحلويات. صافي هنايا بعد ما خدمتهم مزيان كيف ما شفتوا معايا، غادي نضيف واحد البيضه كامله بحراره المطبخ من طبيعه الحال، وغنضيف 2 ساشيات ديال الفانيا البنات. من الاحسن اللي عنده سائل من الاحسن، انا عندي هذا السائل سالاليه، استعملت غير سكر حبيبات، عفوا الفاني حبيبات. هنا عندي البنات 3 د المعالق كبار ديال الدقيق الفورس، ما يعادل 60 غرام ديال الدقيق الفورس. كنبقاو نخويو شويه بشويه، وحنا كنضربوا داك الطحين باش ما يبقاش مكورنا في ديك الكريمه. كنخدموه مزيان حتى كنعرفوا بان دوك التكتلات ديال الدقيق ما بقاولناش في ديك الكريمه ديالنا، نحاولوا نخدموها مزيان. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا بعد ما خدمنا الكريم مزيان حركناها مزيان وما بقاش فيها دوك التكتلات، غادي ندوز هنايا غناخذ داك اللوز اللي خدمت معكم في الاول، 100 غرام ديال اللوز مع 70 غرام ديال السكر كلاصي مع 2 معالق كبار ديال الزبده ما يعادل 40 غرام اللي خلطناهم. وهنايا غنحاولوا نثبتوهم مزيان البنات. هذا راه اللوز انا درت له الملونه البنات، اللي بغى يقدر يدير بيستاج، يدير كاوكاو، يعني كيبقى اختياري. الحشوه تبقى اختياريه، اللي بغى يدير شي حاجه يقدر يستعملها. صافي هنا بعد ما تبتها مزيان هنا ضفت لها هذاك الكريم اللي خدمنا. صافي هنا غادي نخوي الكريم كامله البنات. الفران هنايا انا راه كنت شعلاه، غادي ندخلها على درجه الحراره البنات 160 حتى ل 180 ولا غير 160 من الاحسن. ولكتبقى كل واحد كيف ما كنقولوا، كاين اللي عنده فران غاز، كاين اللي عنده فران ديال الضو. المهم فران شاعل الفوق والتحت. غادي نخليها واحد 40 دقيقه البنات. هنا غادي ندوز غنوجد داك السيرو اللي غادي نسقيها به من الفوق. هنايا السيرو خديت واحد 150 غرام ديال السيرو اللي ما يعادل كأس ديال عبر العنبه، ودرت ليه واحد المعلقه كيف ما شفتوا معايا ديال الحامض كبيره معصر، حامض معصر معلقه كبيره. وغادي نردو وضفت معاه الماء البنات 180 مليلتر ديال الماء، تقريبا واحد الكاس ديال الماء، وخليته يطبخ حتى ولا على شكل سيرو. بعد ما طلعنا لاطاغت ديالنا هي هذه البنات. داك الفرماج ملي كيطيب كيطلع فيها كيزيد يطلع. صافي ملي كطيب مهم البنات ملي كتدخلوها الفران الا تشوفوا دوك الجنيبات بداو كيتحمروا ليكم، غطيوهم بالبابي الومنيوم. انا هكا كندير لهم باش ما يتحرقوا لياش، حيتاش الوسط كاين الفرماج، الجناب كيبقاو هكا هذا. يعني من الاحسن نشعلوا عليها الفران غير من التحت، ونغطيو دوك الجنيبات باش ما طلعش. منين نديروا الكريمه نشعلوا عليها الفران غير من التحت، والفوق نغطيو داك الجنيبات بالبابي الومنيوم. هنا بعد ما سقيتها بداك السيرو البنات، صافي هنايا غادي نخفي داك اللوز اللي بقى ليا. هنايا واحد 150 غرام ديال اللوز اللي درت من الفوق، اللي هي كانت غير مطحونه حتى هي لونتها بواحد شويه ديال السيرو باش يعطيني داك الشكل اللي حصلت عليه. صافي غادي نضيفها فوق داك السيرو اللي سقينا به، هو اللي غيثبت لنا هاد اللوز، ولا داكشي اللي بقى لنا هاد السيرو غادي نزيدو من الفوق. صافي وغادي نسقي لا طارت ديالي البنات كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غنسقيوها بهذا السيرو هذا. وهذه هي لا طارت ديالنا البنات. صراحه راه كتجي رائعه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله، ونتلاقاو في فيديو قادم بحول الله.